السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم كما العاده جبت لكم حليوه سهله ماهله، كتوجد في دقائق معدوده، والمقادير ديالها ساهلين واقتصاديين وموجودين في كل بيت مغربي، او لا حتى ما كانوش عندك غادي تجيبيهم غير من حدا الحانوت اللي قريب لدارك. المهم البنات، بلا ما نطول عليكم، هاد الحليوه راها كتجيب بنينه بزاف وبمقادير كما سبق لي قلت لكم بساطين بزاف. قبل ما نبدا الفيديو كنتمنى انكم ديروا لايك للفيديو وتكتبوا شي تعليق. المهم الا ما قدرتوش تكتبوا تعليق ديروا غير لايك للفيديو باش هكا نعرف ان الفيديو ديالي راه عجبكم. حتى الا ما عجبكمش الفيديو بامكانكم انكم ديروا ديسلايك الا ما استفدتوش منه اكيد، باش هكا نعرف يعني المحتوى اللي كنقدم لكم واش كاينه الاعجاب ديالكم او لا. المهم بلا ما نطول عليكم حبيباتي، غادي ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاج لهاد الحلوى 125 غرام ديال الزبده، اي نوع. انا استعملت ديال البواطه، فاميليا او لا ليليا، المهم اللي كان عندكم، حيت انا ما كندير اشهار حتى شي ماركه، المهم اللي كان عندكم. كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، كاس ديال الكوك البنات. استعملت الميدم. الميدم كيكون غالي في الثمن، والاخر هذاك الناشف ما كيكونش عنده شي مذاق زوين، كيكون رخيص في الثمن. هذا هو الفرق بيناتهم. ويعني الميدم كيكون فاش كنضغطوا عليه ما بين الاصابع ديالنا كيكون فعلا الميدم كيخرج الزيت. المهم البنات، ما كملتش لكم المقادير، غادي نكملهم لكم دابا. المهم البنات، كندير كاس ديال السكر، ما عامرش ممكن انكم تعمروا الكاس، راكم متعودين عليا دائما كنقص من الحلاوه. درت نص رابعه ديال الزبده، قبيصه ديال الملحه، فاني واحد. غادي نخدم هاد العناصر جيدا حتى داك السكر غادي ندخلو مع الزبده. من الاحسن البنات في الحلويات ديالكم حاولوا انكم تختاروا داك السكر اللي كيكونوا الحبيبات ديالو رقاقين، باش هكا كيندمج دغيا وكيدوب في الحلويات اللي كنستعملوهم. هنايا غادي نضيف كاس ديال الزيت. هاد الكاس اللي كنعبر به كيوزن 150 ملي بالنسبه للاخوات اللي باغيين يديروا بالميزان. هنايا كندمج مزيان الزيت مع الزبده حتى نتحصل على خليط كريمي. هاد النقط هادو كنقولهم للاخوات اللي كيكونوا مبتدئات يلا عاد بادين كيتعلموا الحلوى. اما المتمكنات راهم عارفين القواعد باش كنخلطوا الحلوى. المهم البنات، هنايا من بعد ما خلطت العناصر غادي نضيف جوج بيضات. بالنسبه يعني اللي كتكون عارفه دير الحلوى راه دير جوج بيضات في دقه واحده وتخلطهم، ولكن الا كنتي مبتدئه ديري غير بيضه وخلطيها وعاودي زيدي بيضه واحده اخرى كما كتشوفوا، من بعد عاد خلطيها، لان الخليط فاش كنضيفوا له البيض راه كيتقطع. ما عليكم البنات غير تخلطوا مزيان حتى يولي في نفس القوام ديالو الكريمي، لانكم الا خليتوه هكاك مقطع ما خلطتوش داك البيض مزيان راه الحلوه ديالكم ما غاديش يجي القوام ديالها يعني لين، ما غاديش تجي مزيانه لكم. هنايا ضفت كاس ديال الكوك كما قلت لكم، كوك ميدم. ممكن انكم تضيفوا قشور ديال الحامض، ولكن انا بغيت زعما نخليها بالفاني. هنايا البنات ضفت نص كيس زايد شويه ديال الخميره ديال الحلويات، بما يعادل 5 غرام او لا 4 غرام، المهم غير شي شويه باش ديك الحلوه ما تنفخش ليا بزاف. وكنبقى نزيد الدقيق شويه بشويه. بالنسبه للكميه ديال الدقيق كل مره وشحال كيدخل، يعني على حسب، دائما كما كنقول لكم، على حسب الزيت وعلى حسب عفوا البيض، يعني واش كبير واش صغير، على حسب الدقيق واش كيتشرب او لا. المهم انا درت حدايا هنايا 600 غرام اللي عبرت ديال الدقيق، ولكن راه ما دخلتش ليا كامله. غادي تكون دخلت ليا تما ديك 500 غرام، كنشاط ليا تما جهد شي كاس هكاك ديال الدقيق. المهم البنات، العجينه راه ما كنعجنوهاش، راه غير كنجمعوها فقط. الخدمه اللي كنخدموها هي ديال الزبده والزيت والعناصر الاولى. فاش كنديروا الدقيق فقط كنجمعوا بالاطراف ديال الاصابع. شوفوا البنات كيفاش كتجي العجينه متدرجه، يعني هنايا كتعرفي بلي العجينه ديالك راها ناجحه. وهنايا البنات يعني العجينه ما نبقاوش نلعبوا بها، غير كنجمعوها فقط. وفاش كنجمعوها كنحطوها عاوتاني نقرصوها ما بين جوج بلاستيكات. هاد المرحله علاش بينتها لكم ديال التقراص، ما بغيتش نسرعها. كاينين اخوات اللي كيتشكاو كيكونوا مبتدئات وكيقولوا لي واجيله باللي العجينه فاش كنبغيو نقرصوها راه كتجينا جهه طالعه وجهه هابطه. شوفوا البنات كيفاش كندير العجينه، يعني انا العجينه كنقرصها وفي نفس الوقت كنمسها بيدي، كنشوف الجهه الطالعه والجهه الهاوده. الا كانت جهه طالعه راني كنعاود نرقق فيها، الا كانت رقيقه كنمشي للجهه الاخرى كما كتشوفوا معايا.
يعني كندور ديك البلاستيكه كل مره لجهه باش هكا دائما كنشوف بيدي بالاصابع ديالي باش لان انا كنتحسّو بالعجين. هذا هو يعني الطريقه باش انا كندلك، لان كيسولوني بعض الاخوات اللي مبتدئات ماشي ما فيها باس اننا نجاوبهم، لان كاع كنا مبتدئين، كاع كنا ما كنعرفوش في الاول وكنديروا الحاجه ما كتصدقش لينا، ولكن ما فيها باس الواحد يتعلم. المهم البنات فاش قرصت العجينه ديالي ما غاديش نديرها رقيقه وفي نفس الوقت ما تكونش غليظه بزاف. كناخذ واحد الفورشيط وكنبقى نشرط في العجينه كما كتشوفوا، يعني كندير ليها هاد التموجات اولا هاد التدرجات اللي كيعطيونا يعني شكل زوين، وبحال اللي دايرين عليها شي حاجه شي مكسرات بحال هكا، بحال اللي دايرين شي كاوكاو كونكاسي اولا لوز كونكاسي، ولكن هي يعني غير العجينه مزينه راسها براسها. المهم البنات الا ما عندكمش الطابع يعني ممكن انكم تقطعوا غير بالكاس كما قلت لكم. هاد الحلوه هذه ما كتحتاجش للطابع نهائيا. انا كنت بغيت نقطعها بالكاس ولكن ما لقيتش داك الكاس الصغيور اللي كيعجبني هكا في التقطاع. المهم وانا ناخذ القطاعه، اما انا كنت بغيت نديرها لكم بدون طابع باش هكا يعني البنات يعرفوا باللي راه الحلوه راه واخا ما عندكش الطابع ممكن انك تصاوبي الحلويات هكا. خصوصا هاد الحلويات، هاد النوع ديال الحلويات اولا الدواز اتاي كيجيو اقتصاديين وفي نفس الوقت ما كنشبعوش منهم، بحال هادي بحال الحلوه ديال المراشم اولا ديال ريش بوند اولا الغريبه البهله. هاد الحلويات هادو واخا نعياو نتفننوا اننا نديروا حلويات واحده اخرى يعني بريستيج وداك الزواق كله، كيبقاو هادو هما الاقرب للمعده ديالنا. كلشي كيعجبوهم لانهم علاش كيتخدموا بمقادير اللي هما بساط وفي نفس الوقت كيتخدموا بسرعه اللي هي فائقه. المهم البنات في هذا الاثناء كنكون مشعله الفران ديالي كيسخن وانا كنكمل الخدمه. شوفوا البنات هاد الزوائد اللي بقاو ليا راه ما كنعجنهمش نهائيا، كنشدهم كما شفتوا معايا، كنجمعهم فقط بالبلاستيكه وكنضيف عليهم عجينه واحده اخرى جديده ونعاود يعني ندلكها اولا نقرصها كما المره الاولى. كما شفتوا معايا الحلوه ديالي طابت. ضروري ما انكم تسخنوا الفران من قبل وديروا عافيه تكون مهيله باش هكا الحلوه ديالكم طيب وما تحرقش، لان الكوك كما كتعرفوه يعني فاش كنديروا في العجينه كيكون هو دغيا كيطيب. من الافضل انكم تعطيوها غير عافيه مهيله باش هكا الحلوه ديالكم كطيب وكتقرمش وكتجي هشيشه في نفس الوقت. المهم البنات كما شفتوا معايا انا ذوبت الشوكولا النواغ. هنايا درت ماركه ديال كالا، ماشي اشهار ولكن صراحه يعني هي اللي في المذاق ديالها زوين وحتى في الثمن ديالها كيبقى اقتصادي. هنايا التزيين اللي كندير بالنسبه للتقطيعه راه ما قطعتش هلال رقيق. ما قلتها لكمش في الهضره. كنقطع يعني التقطيعه ان يعني بحال الهلال ولكن غليظ. راه باين لكم الشكل دابا منين تزين. وفاش كنغطسها في الشكلاط ما كنغطسهاش كلها، كندير غير النص ديالها فقط. كتجي حلاوتها هكا في التزيين كما كتشوفوا. ممكن انكم فاش ديروها في الشكلاط تزينوها بشويه ديال الكوك من الفوق. ممكن يعني اولا ديروا لها بحال هكا. شوفوا انا كنزين وولدي كيعطيني في الطبيسيط كيقول لي يا ماما عمري لي الحليوه. قلت له بلاتي راها مازال ما يبساتش. الصراحه الوليدات كتعجبهم شي حاجه هكا ديال الشكلاط كيحماقوا عليها. المهم البنات بما انه يعني الموسم الدراسي هكا يعني الوليدات كيقراو راه كيبغيو يديو معاهم شي حاجه للكوتي، ما فيها بس انكم توجدوها معاهم، لان الصراحه كما قلت لكم راه ما كتديش الوقت وفي نفس الوقت يعني كتعطينا كميه كثيره بمقادير اللي هما بساطين. انا غادي نكمل بهذه الطريقه البنات. نزين كاع الكميه اللي عندي وهذه هي الكميه اللي تحصلت عليها كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله، يعني كميه كبيره. خرجت لي اكثر من 65 حبه. هذا هو الشكل ديالها عن قرب، صراحه كتجي فنه فنه رائعه وبسيطه في نفس الوقت. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وتردوا عليا في التعاليق او لا تصيفطوا لي تطبيقاتكم على الانستغرام ديالي اللي هو غوسيت شيف وجيله. غادي نخلي لكم لين ديالو في صندوق الوصف، وارسلوا لي التطبيقات ديالكم لانني فعلا كتفرحوني بزاف فاش كنشوف تطبيقاتكم وراني كنبارطاجيهم مع لي فان ديالي في الانستغرام وكنطاقيكم بطبيعه الحال الى صيفطوا لي التصويره. وكنتمنى انني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وإلا البنات ما درتوش لايك في الاول كنتمنى انكم ديروا لايك في اخر الفيديو، ما تنساوش باش هكا
نعرف أن الفيديو عجبكم، وصراحة فاش كنشوف لي لايك على الفيديو كنفرح بزاف وكنتشجع كنتحمس أنني ننزل لكم فيديوهات وحدة أخرى. شكرا لكم على حسن المتابعة الفيديو إلى النهاية، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله، وصفة جديدة بإذن الله. مع السلامة.